جرحين متشابهين واسم واحد، لكن قصتين مختلفين تماما. يا ترى مين الأقوى؟ سكار اللي عاش في السافانا ولا سكار اللي سيطر على شاشات السينما؟ في الفيديو ده لازم هتتفاجئ قد ايه الاتنين كانوا شبه بعض وقد ايه هما مختلفين. السلام عليكم. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل إعجاب واشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. في عالمين مختلفين تماما، واحد قلب الطبيعة البرية والتاني قلب عالم ديزني الساحر. في أسدين شاركوا نفس الاسم، نفس الندبة ونفس الهيبة، لكن كل واحد منهم عاش قصة ما تتنسيش. سكار الحقيقي أو سكار فيس كان أسد أسطوري عاش في كينيا، اتعرف بالجرح الكبير اللي فوق عينه نتيجة معركة شرسة مع أسد منافس. ما كانش أسد وحيد، لكنه كان جزء من تحالف مكون من 4 أسود سيطروا على مساحات هائلة من السافانا. قوته وذكائه وهيبته خلت صورته تتنشر في العالم كله وبقى رمز للحياة البرية. حياته كانت مليانة معارك حقيقية، من صيد لصراع على الأرض، ومات سنة 2021 بعد ما عاش أكتر من 14 سنة، عمر طويل جدا لأسد بري. إنما سكار بتاع ديزني فده شخصية كرتونية ظهرت سنة 1994 في فيلم الأسد الملك. في القصة دي سكار هو الأخ الصغير لمفاسا ملك السافانا واللي بيخطط لاغتياله عشان ياخد العرش. شخصيته كانت مليانة مكر وخداع، صوته عميق وابتسامة ماكرة، والجرح الصغير فوق عينه بتلمح لتاريخه الغامض. سكار في ديزني ما بيصطادش كتير بنفسه، بيعتمد على الطباع وبيعكس الجانب المظلم من الغيرة والطموح. بالنسبة بقى للتشابه، الجرح الاتنين عندهم نفس الجرح مميز فوق العين. بالنسبة للهيبة، سواء في الحقيقة أو في الكرتون، مجرد وجودهم بيخلي اللي حواليهم يحترموهم أو يخافوا منهم. بالنسبة للاسم، كلمة سكار في الإنجليزي معناها نطبة أو العلامة اللي بتبقى بعد الجرح، وهو سبب التسمية في الحالتين. طب وبالنسبة للزعامة، كل واحد فيهم كان قائد، واحد في عالم الحيوان والتاني في عالم الرسوم. نيجي بقى للاختلافات. بالنسبة للقصة، سكار الحقيقي عاش وسط الطبيعة، دخل معارك حقيقية عشان يعيش، إنما سكار ديزني عاش قصة خيالية مليانة مؤامرات. طب وبالنسبة للدافع، الحقيقي كان بيقاتل عشان يفضل مسيطر على الأرض، إنما الكرتون كان بيقاتل عشان الغيرة والعرش. طب والنهاية، سكار الحقيقي مات موتة طبيعية نسبيا بعد عمر طويل، أما سكار ديزني فمات في معركة ملحمية بعد خيانته للضباع. في النهاية، سواء سكار الحقيقي أو سكار في ديزني، الاتنين بيشاركوا حاجة واحدة، إن كل واحد منهم ساب بصمة مش ممكن تتنسي. واحد سيطر على السافانا بجرأته، والتاني سيطر على قلوبنا بقصته. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل إعجاب واشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا.